بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتوكل على الله ونبدأ مع حصة جديدة من حصص الكارديو فاسكولار سيستم، ونشوف مطلوب مننا إيه النهارده. والله أنا شايف على السبورة مصطلح جديد اسمه ECG. ECG أو لو عايزين الاختصار بتاعها إلكترو كارديوجرام. إيه اللي مطلوب مننا في الحصة ديت؟ والله كأي زي أي جزئية تانية درسناها في الحصة اللي فاتت، نجيب التعريف الأول، نحاول نشوف مع بعض إيه التعريف بتاع الجزئية ديت، وأثناء شرح التعريف أو أثناء ذات التعريف ده نبدأ نحاول نشرح مع بعض أو نفهمكم ده معناه إيه. والله إن نحاول مع بعض نستنتج الإي سي جي أو نحاول نستخرج له تعريف معين. يعني إيه الإي سي جي؟ اي سي جي او الكترو كارديوجرام. جرام من الاسم بتاع جرام يعني ايه؟ يعني تمثيل بياني او رسم بياني، رسم بياني او تمثيل بياني. والكترو كارديو، الكترو كارديو يعني القلب او العضو اللي احنا شغالين فيه دلوقتي، والكترو او النظام الكهربي او الشحنات الكهربيه. فلو عايزين نجمع مع بعض شرح الاسم ده كله اللي هو الكترو كارديوجرام، طلع معناه ايه؟ قال لك والله هو معناه ايه؟ هو التمثيل البياني للتيار الكهربي بتاع القلب. هو تمثيل بياني لل أو الشحنات الكهربية الخاصة بالقلب. معناه ايه تمثيل بياني لنظام الشحنات الكهربية؟ ما احنا زي ما اتفقنا، قال لك ان القلب بتاعنا ده مش مجرد مضخة ميكانيكية بتتحرك، لا ده نظام ذاتي باستثارة، ده عليه خاصية اسمها الريسمز دي، عنده اس اي نود واي بي نود. يعني تقصد ايه؟ اقصد ان القلب ذات نفسه بيمر فيه نبضات وشحنات كهربية او بيسري فيه، عايزين تقول كهرباء او تيار، ويش فيه شحنات كهربائية تسمح بانقباضه وانبساطه. يعني كل خلية من خلايا القلب لها حاجه اسمها اكشن بوتنشال، والاكشن بوتنشال ده كان بينتقل من خليه الى اخرى، وده اللي كان بيديني فرق جهد، وده كان بيطلع فرق جهد او بيطلع اكشن بوتنشال بين كل خليه وخليه ثانيه. طيب السؤال يقول دلوقتي، هل الفرق الجهد او التيار الكهربي ده هل بينتقل بين خلايا ومن خليه لخليه ثانيه زي ما اتفقنا؟ هل الموضوع ده خاص بخلايا القلب بس؟ القلب طبعا هو اللي بينقبض وينبسط، بس هل فرق الشحنات الكهربيه وانتقال الشحنات بيتم للقلب بس ولا بيتم في كل اعضاء الجسم؟ قال لك لا، ده انتقال الشحنات بيتم على كل الخلايا او كل الاعضاء الموجوده في الجسم. يعني الشحنات مش مجرد انها موجوده في القلب بس، متجمعه في القلب بس وجسمك كله ما فيهوش شحنات، لا ده في شحنات مثلا في الجلد مثلا هتلاقي فيه، هيبقى فيه نبضات كهربيه وشحنات كهربيه ممكن نلاحظها. طيب وده معناه ايه؟ قال لك والله في واحد عالم فكر مع نفسه، قال لك هو انا ليه ما دام القلب ده هو المولد الكهربائي الاساسي بتاع الجسم كله، والكهرباء بتسري وبتنتشر للجسم كله، طب ما انا مش انا ممكن احاول استنتج طريقه معينه تخليني من خلال احط مثلا مستقبلات موصلات على الجسم كله، ومن خلالها اقدر اراقب الكهرباء بتاعت القلب ديت؟ قال لك هو الفيزيائيا مثلا هو مسموح، هو ينفع فعلا ان انا احط موصلات على الجلد، وكده كده الجلد ده بيوصل له شحنات من القلب اللي مصدرها القلب، وبالتالي يبقى عن طريق الجلد ده انا عرفت اراقب الشحنات بتاع القلب، اقدر من خلاله اشوف صحه القلب عامل ازاي، اشوف هل القلب ده شغال كويس ولا مش شغال كويس، هل الشحنات اللي بتطلع بالمعدل مظبوط ولا مش مظبوط. كل ده منين؟ كل ده مش لازم اقعد افتح في الجسم واشوف القلب فين، ده كل ده من خلال الجلد عادي. طيب زي ما انت قلت في جرام، يعني في تمثيل بياني، يعني تمثيل بياني يعني بيتم تمثيله بخط افقي وخط راسي. الخط الراسي عندنا نتبع مثلا رسم الاشباه، الخط الراسي عندنا هنا في الرسم ديت هو عباره عن ايه؟ ده كهرباء، فكده يجي الوحده القياسي اللي موجوده فيه تبقى حاجه اسمها ملي فولت. لو الخط الراسي بيمثل مين؟ الخط الراسي ده بيمثل حاجه اسمها التايم. فاحنا هنا بنراقب ايه؟ احنا قاعدين في احدى غضون القلب، بنراقب مين دلوقتي؟ احنا بنراقب تغير الشحنات اللي طالعه وتغير الشحنات اللي نازله على مدار الزمن. عشان برضو نفهم لكم الموضوع بشكل ادق وبشكل احسن، محتاجين برضو نشوف الابعاد بتاع الرسم البياني ده، ده جزء من كراسه الرسم البياني. عارفين كراسات الرسم البياني اللي كنا بنجيبها في الاعدادي اللي كنا بنرسم عليها تقريبا الاشكال ديت، كان لونها تقريبا احمر ولا كانت تقريبا برتقاني كده، اللي كانت بتتكون من مربعات، تقريبا مربع كبير ومربع صغير. نفس الرسمه اللي بنرسم عليها الالكتروكارديوجرام ديت.
بتتكون من ايه؟ هتيجي نشوف دلوقتي حالا الابعاد بتاعتها. لو بتتكون من ايه؟ قال لك والله لو الرسمه نفسها بتتكون من حاجه اسمها مربع كبير، احنا شايفينه اهو مربع كبير. هل مربع واحد؟ لا، ده بتتكون من الرسمه بتبقى مليانه مربعات كبيره بالمنظر ده، مربع جنب الثاني جنب الثاني جنب مربع. المربع ده ليه ايه؟ ده المربع ده ليه برضه حاجه اسمها خط افقي وخط راسي. لو عايزين مثلا نجيب الرسمه دي نحطها على الرسمه هنا، هتلاقي بتتكون من مربع اهوت جنب مربع جنب مربع جنب مربع. وكل مربع كبير بيتكون من ايه؟ كل مربع كبير بيتكون من مربعات صغيره موجوده فيه. بيتكون من 5 مربعات موجوده. لو قسمنا مثلا المربع الكبير مثلا الخط الافقي ده قسمناه بيتكون من هنا ولا بيتكون من 5 اجزاء او 5 مربعات صغيره، ولو قسمنا برضه هكذا الخط الرأسي ده هيبقى بيتكون من 5 اجزاء. يعني الابعاد بتاعت المربع الكبير ده لو كانت 5 مللي مثلا، وفي مربعات صغيره ثانيه الابعاد بتاعتها 1. لو ده مثلا 5 في 5 مللي، 5 طول و5 عرض، في مربع صغير ثاني موجود الابعاد بتاعته 1 في 1. طيب بيعبر عن ايه برضه المربع الكبير ده؟ عايزين نحاول ننقل الرسمه دي ننقلها للمربع ده. والله زي ما احنا اتفقنا ان الخط الافقي اللي موجود ده الخط اللي بيعبر عن الزمن ومرور الزمن، والخط الرأسي هو عباره عن حاجه اسمها شحنات او امبليتيود. الخط الافقي ده عباره عن ايه؟ عباره عن زمن. لو ان المربع الصغير الواحد من ده لو كام، انا والله لما ابتدوا يشوفوه لو ان الزمن لو عايز تمشي من النقطه دي للنقطه دي لو عباره عن حاجه اسمها 400 ملي ثانيه. يعني المسافه من اول لو مثلا في افتراض ان في موجه جايه اهوت وانتقلت من مربع صغير لمربع من اول المربع الصغير لاخره، فهي مشيت مسافه 400 ملي ثانيه. على مدار كم مربع اتفقنا؟ لو عايزين مثلا نشوف المربع الكبير ده اتفقنا المربع الصغير 400 من 100 والمربع بيتكون من 5 مربعات صغيره، يبقى لو عايزين نشوف المربع الكبير نفسه بيمثل كام ملي ثانيه يبقى ضرب في 5. فكده عرفنا ان المربع الكبير ده كله عباره عن حاجه اسمها 4 من 100 في 5 بتساوي 2 من 10 ملي ثانيه. واتفقنا ان الموجات دي بتسمع على كراسه فيها مربعات بالشكل ده. لو الموجة مثلا بداية مربع كبير وانتهت عند نهاية مربع كبير يبقى مشيت مسافة كام؟ يبقى استغرقت وقت كام؟ يبقى انت لو انت بتشوف الرسم في البيانات اللي قدامك في المستشفى تبقى عارف ان المسافة أو الزمن اللي استغرقته الموجة علشان تتكون من 2 من 10 ملي ثانية. ده بالنسبة لخط الأفقي. طيب بالنسبة للخط الرأسي اللي هو بيتكون من ملي فولت، أنت قلت لي برضه إن الرسمة ديت أو الموجات اللي إحنا بنرسمها ديت بتبقى موجودة برضه على كراسة بتتكون من مجموعات مربعات بالشكل ده. كل محتاج تقول لي برضه الابعاد بتاعت المربع الواحد عشان من خلالها اقدر استنتج الابعاد بتاعت الموجات نفسها. اللي هو ايه؟ قال لك والله ببساطه الموضوع ده هتبقى سهل خالص. هم لقوا ان المربع الواحد الصغير لما جم يشوفوه لقوا بيمثل حاجه اسمها 1/10 ملي فولت. ده بالنسبه للخط الرأسي 1/10 ملي فولت. معناها ايه؟ معناها ببساطه لو في نبضه كهربائيه جت حست القلب انه يشتغل والقلب فعلا استجاب للنبض دي العضله بدات تنقبض ورسمنا الانقباض ده كموجه طالعه. الموجه ديت لو طلعت مربع صغير واحد، مربع مثلا شايف المربع الكبير اهو، لو طلعت مربع صغير واحد معناها انها مشيت، معناها قوه الموجه ديت او قوه الاشاره الكهربائيه تقاس بكام؟ لو بتقاس ب 1/10 ملي فولت. طيب لو طلعت مربع كامل بواحد نقدر نحسبها بقى. مش المربع الواحد بيتكون من 5 مربعات صغيره يبقى واحد يبقى 1/10 في 5 بتساوي نص. يعني لو الاشاره مشيت ده مربع كبير اهوت وده مربع كبير. لو افترضنا في الرسمه ديت الاشاره مشيت مربعين كبار، كانت بادئه من هنا مثلا مشيت مربع كبير ومربع ثاني كبير، يبقى مشيت كام؟ المربع الصغير واحد من 10 والمربع الكبير 5 من 10 او نص ملي فولت. طب الموجه هنا مشيت مربعين يعني مشيت كام؟ يعني 5 من 10 ملي فولت و5 من 10 ملي فولت يعني مشيت 1 ملي فولت. انا بقول لكم الكلام ده ليه يا شباب؟ لان وانت في المستشفى دلوقتي لو انت حد جاي جايب لك ورقه رسم بياني كل ما تشوف تعرف ابعاد الموضوع ده، كل ما تعرف ابعاد الموجات، ده بيديك تعبير او بيديك لمحه عن حاله عيان، بيديك لمحه عن المرض بتاعه. حتى لو ما قلتلكوش الكلام ده دلوقتي قدام شويه هنعرف بعد ما ناخد النورمال بتاع الاي سي جي او النورمال بتاع شكل الاي سي جي هناخد الابنورمال، وهنعرف الابنورمال يعني ممكن من خلال رسم قدامنا دلوقتي نقدر نستنتج مع بعض المرض اللي عنده من خلال رسم المرض اللي موجود في عضو زي القلب. انا دلوقتي العضو القلب ده بينتج شحنات، الشحنات بتاعت كل اجزاء الجسم من خلال سلك او سلك صغير هنعرف بعدين اسمه ليه سلك موجود في على سطح الجلد
اقدر من خلاله استنتج حاله القلب بتاعك عامل ازاي. طيب ما نضيعش وقت كتير ونحاول نشوف مع بعض ايه اللي شفناه. والله زي ما احنا شفنا لما ابتدوا يعملوا الموضوع ده يمثلوا نبضات القلب ده على قناه الرسم البياني، لو ايه اللي طالع، لو الشكل ده اللي طالع، لو بيتكون من ايه، لو الاي سي جي بتاع القلب المكون بتاعها او التركيب الاساسي بتاعها بيتكون من اما ويفز موجات، او من اما حاجه اسمها انترفال وسيجمنت. انترفال يعني مده زمنيه، انترفال لو بحثنا عن الترجمه بتاعتها هنلاقيها زي فتره من الزمن او مده. نبدا مثلا احنا وعلى فكره الرسمه دي تقريبا مش جديده عليكم، احنا شفناها قبل او تعرضنا لها قبل كده، وانا بشرح لكم حاجه اسمها الكاردياك سايكلز او دورات القلب. كنا بنشرح ايه في الدورات بتاع القلب ديت. ده انا مش هقول الكاردياك سايكل، كان في جزء كده في الاخر خالص بحكم على حاجه اسمها الاي سي جي. لو حد كان فاكر الرسمه او الخريطه الذهنيه اللي كنا كاتبينها، ده كان في مكون اسمه الاي سي جي. لما كنا بنقول مثلا الاتريال سيستول كنا نشوف ان كان بيبقى فيه مثلا موجه طالعه لفوق، الفيبرال سيستول برضه كان بيبقى فيه، عارف ان كان بيتكون من موجه طويله شويه. الكلام ده كله قلناه. فالحصه ديت يا شباب لو حد كان بيذاكر الحصه اللي فاتت كويس او الحصه اللي اتكلمنا فيها عن الكاردياك سايكل كويس هنلاقي الجزئيه دي قلناها مره. طيب لو ايه في الاي سي جي الكتروكارديوجرام وبداوا حاجه اسمها البي ويف. محتاجين نتكلم عن البي ويف بشيء من التفصيل شويه علشان نحاول نبسطها. تطلع ايه البي ويف ديت؟ والله البي ويف ديت لو في البدايه محتاجين نوصفها مع بعض. والله في البدايه لو الخطوه بسيطه خالص، انا شايف ان البي ويف ديت حتى في البي انا شايف ان هي البدايه، بدايه التركيب بتاع الاي سي جي. فانا ممكن لو عايز نتبع عنها شويه حاجات خاصه بيها، فهي بدايه الموجات في الاي سي جي. طيب نيجي برضو كمان نقطه مثلا عشان كمان نقطه مثلا مضمونه، عشان لو عايزين تجيبوا خصائص ثانيه نبدا نوصف شكلها. من شكلها هي عامله ازاي؟ انا شايف شكلها مثلا بالنسبه للموجات الثانيه اللي جنبها شكلها حجمها صغير، قال لك والله هي فعلا صغيره في الحجم، صغيره. شايفين القوة بتاعتها عاملة ازاي؟ هل القوة بتاعتها مدببة أو واخدة حرف سن كده، ولا القوة بتاعتها مستديرة ونازلة؟ لا والله القوة بتاعتها شكلها فهي مستديرة مش مدببة. طب بالنسبة للخاصية مثلا زي حاجة اسمها تناظرية، إن الموجة مثلا التناظرية ديت يعني من الجزء اللي على اليمين هو نفس الجزء اللي على الشمال. لو حطينا مثلا خط في نص الموجة هنا، الجزء اليمين هو نفس الجزء اللي على الشمال. أظن ده واضح. لو حطينا خط هنا هنلاقيها متناظرة. قال لك والله دي عبارة عن حاجة اسمها متناظرة على كلا الجانبين، متناظرة الجانبين. دي شوية نقط كده بنقولها ناخد منها درجة وخلاص قبل ما حتى ما نخش في الموضوع الاساسي. ده بالنسبه للبي ويف. طب نخش في الكلام المهم بقى، بتمثل ايه؟ ايه علاقتها بدوره القلب؟ بتمثل ايه في دوره القلب؟ طب اقول لكم حاجه، هي مش اتفقنا ان البي ويف دي اول كلمه قلناها اللي مش ما تعبناش فيها، قلنا ان البي ويف ديت بالنسبه لها بالمير ديت يعني اوليه او يعني اوليه او اول حاجه شفناها في التفكير بتاع الاي سي جي. طيب مش انا ممكن من خلال ده استنتج مع بعض هي بتمثل ايه؟ لو مثلا نرجع لحاجه اسمها كاردياك سايكلز او دورات القلب. نرجع لدورات القلب كده اقول لك بسيطه جدا، مش تعبير ميكانيكي، التعبير الكهربي ده ما هو الا كده نعبر بيه عن التعبير الميكانيكي بتاع دورات القلب، والتعبير الميكانيكي اللي هو بيتم التعبير عنه بالكاردياك سايكلز. زي ما اتفقنا ان التعبير الكهربي ده بيسبق او يخلص اسرع من التعبير الميكانيكي بتاع القلب بحوالي كام؟ بحوالي تقريبا 20 من 10 مللي ثانيه الى 20 مللي ثانيه. فبدأ بما ان البي ويف دي هي اول حاجه جت في التعبير الكهربي بتاع اللي موجوده في الالكتروكارديوجرام، فمن خلالها نقدر نستنتج ان بالتالي بتعبر عن حاجه اسمها الاتريال ديبولاريزيشن. طب جت ازاي؟ هقول لك ببساطه لان اول مرحله القلب بيمر بيها حاجه اسمها اتريال سيستول، انقباض الاتريال. واي انقباض زي ما اتفقنا هو عباره عن حاجه اسمها ايه؟ اي انقباض هو عباره عن حاجه اسمها لازم يتم ديبولاريزيشن او درجه الراحه او استقطاب. انا مش عايز يرتاح، ده عايز ينقبض يقوم بوظيفته. فعشان ينقبض فازاله استقطاب. فانا ممكن اقول هنا النقطه اللي عليها دور حاجه اسمها تمثل بحاجه اسمها تمثل مرحله اتريال ديبولايزيشن، مرحله ازاله الاستقطاب بتاع الاتريال تمهيدا لانقباضه. طب جميل، انت اتكلمت عنها بتمثل انهي مرحله؟ ناقص حاجه بسيطه، انت عملت تقول لي ابعاد مربعات وتقول لي ده بيمثل خط افقي بيمثل ثواني وخط راسي بيمثل فرق جهود. طب انت محتاج تقول لي دي بتمثل قد ايه؟ عشان لما اشوف لما يجي لي اي سي جي مثلا وانا واقف في المستشفى لما ان شاء الله اقدر الدكتور، لما يجي لي اي سي جي من خلالها اقدر اعرف هل البي ويف ديت اول حاجه
هل النبضة نفسها إشارة كهربائية اللي طلعت من الاس اي نود علشان تستثير الاتريا وتعمل له ديبولاريزيشن، هل الإشارة نفسها قوية ولا ضعيفة ولا موجودة ولا مش موجودة؟ لو الإشارة طبعا قوية هنلاقي إن البي ويف دي بتطلع لفروق جهد عالية، لو الإشارة ضعيفة هنعرف إنها بتنزل لفروق جهد منخفضة، لو الإشارة ما جاتش أصلا وهنعرف بعدين يعني إيه الإشارة ما جاتش، يعني القلب بيقف هنعرف بعدين ده بيحصل ده معناه إيه؟ هنلاقي إن البي ويف ممسوحة. محتاج تقول لي ابعاد المربع ده كام؟ ابعاد البي ويف دي كام؟ بدات من امتى وانتهت من امتى؟ قال لك والله بالنسبه للتايم مثلا، بالنسبه لمكون زي التايم اللي موجود في الاي سي جي، بالنسبه للبي ويف ده بتاعه عباره عن كام؟ ده تقريبا 11 من 100 ملي ثانيه. هو تقريبا لو عايزين رقم كويس، هو عامه الارقام دي كلها ارقام نسبيه، يعني مش ارقام ثابته. هو عامه الطبيعي بتاعها هو من 6% ملي ثانيه الى 11 إلى 1/10 ملي ثانية. الرينج ده هو الرينج الطبيعي. الزمن بتاع البي ويف ده اما 6% ملي ثانية يا اما 1/10 ملي ثانية. طيب ده بالنسبة للطيب، حاجة مثلا زي الفولتج، شايف ديت عاملة ازاي بالنسبة اللي جنبها؟ أنا شايف إن ديت غير نسبية، لو الستاب اللي جنبها قلل فعلا الفولتج أو الأمبليتيود، هنعرف بعدين الفولتج ده أو الخط الرأسي بيسموه برضه الأمبليتيود. طلع كام الأمبليتيود بتاع البي ويف ديت؟ طلع حاجة اسمها الفولتج كان 1/10 ملي ثانية. ده تقريبا البي ويف نفسها او الشاشه بتاع البي ويف، النورمال بتاع البي ويف ده كده عندنا. كسؤال لينا بقى او كملحوظه ثانيه لينا، قال لك والله طب هتعمل ايه لو مسكت الاي سي جي او في المستشفى ولقيت ان البي ويف دي ممسوحه او ما لقيتش البي ويف ديت، معناها ايه وبتعبر عن ايه وهل ده بيديك انطباع ان المرض ده هو عباره عن ايه؟ قال لك والله في حاجه اسمها لو لقيت ان ما فيش البي ويف دي كانت ممسوحه، البي ويف ده معناه ايه؟ احنا نكتبها الاول وهحاول اشرحها لكم بعدين. اول حاجه هم لقوا حاجه معناها فايبريشن، مش البي ويف بتعبر عن ان اشاره كهربائيه هتلاقي من الاس اي نود وبتستثير جدران فيها وخلته ينقبض ويحصل له ديبولاريزيشن. ببساطه لو ما فيش البي ويف ديت معناها ان الاشاره الكهربائيه من الاس اي نود ما طلعتش يعني الشخص مات؟ لا، ما ماتش. ليه بقى؟ ده اتفقنا ان ربنا ما خلقش الاس اي نود بس، ده ربنا خلق حاجه اسمها طوارئ او بيس ميكرز للطوارئ، حاجه اسمها الاي في نودال الاي في نود، وحاجه ثانيه اسمها البركنجي فايبر. ببساطه معناها ايه؟ ان البي ويف دي ممسوحه، ساعتها نعرف ان الاس اي نود ما طلعتش الاشاره الكهربائيه بتاعتها. جزء ثاني في القلب ممكن تكون خلايا، مثلا ممكن تكون خلايا الاي في نود او البركنجي او خلايا من البركنجي فايبر، او ممكن تكون خليه ثانيه من الاذين. احنا اتفقنا ان خلايا الاذين نفسها اي خلايا من الخلايا اللي موجوده في القلب لها القدره على الاستثاره، لها القدره على انتاج النبض، انما النبض بتاعها ضيق. فمعناه ايه؟ معناه ان في خليه ممكن تبقى خليه طبيعيه جدا من خلايا العضو، من خلايا النسيج بتاع الاذين ذات نفسه، اشتغلت هي كبيس ميكر، ابتدت هي تنتج النبض الخاص بيها، والقلب او الاتريا نفسه ابتدى يمشي مع الاشاره ديت، والاشاره كانت بره الاس اي نود. طيب الاترال فيبريليشن ده اظن الكلام ده قلنا مره. الاترال فيبريليشن هو مرض المفروض ان هو كان في بدايته المفروض هو مرض خطير، لما القلب ينقبض، لما كان بينقبض 70 نبضه في الدقيقه يتحول الى الانقباض من 300 نبضه في الدقيقه، ده مرض خطير. ولكن هل هو خطير بالنسبه بعد ما فهمنا ودرسنا نبضات القلب؟ هل هو نعرف ان هو خطير؟ نقول لا، مش خطير. ليه؟ لان احنا بندرس الكاردياك سايكل عرفنا ان القلب اصلا ان 75% من محتوى الدم اللي موجود في الاذين يتم انتقاله الى البطين. هل يا ترى بسبب الانقباض؟ لا، 75% بيتم انتقاله بشكل سلبي. سواء عايز تقول مثلا تاثير، انت مش شايف الاذين فوق والبطين تحت، ممكن تقول تاثير الجاذبيه. حاجه ثانيه عايز تبقى اكبر شويه في الفهم او عايز تبدا تعمق شويه، تقول ان اصلا تاثير سلبي معناها بسبب تاثير في الجهد، ان في فرق جهد في الفنتركل، ضغط الفنتركل اقل من ضغط الاتريا بسبب انقباض الاتريا، وبالتالي الدم ينتقل من الضغط القوي الى الضغط القليل بسبب فروق الضغوط. عايز برضو تقول ده بيمثل 75%، اما 25% بينتقل بسبب انقباض الاتريا. وزي ما اتفقنا ده لما بتحس بيه في حالات طبيعيه او حالات النورمال وانت قاعد مستريح مش هتحس بيه. امال مين اللي هيحس بيه؟ ده اللي هيحس بيه يكون شخص رياضي او شخص بيلعب رياضه، ساعتها هيبدا يحس بال 25 فرق دول. طيب تم بحمد الله، خلصنا اول جزئيه اللي هي البي ويف. ننتقل لجزئيه جديده ننتقل لثانيه جديده. احنا خلينا مستنيين اهو بنراقب الاداء بتاع القلب، قاعدين على البي ويف، ومع مرور الزمن لقينا فيه برضه
ويف جديده او موجه جديده طالعه اسمها كيو ار اس. محتاجين نحاول نشوف مع بعض الكيو ار اس دي بتمثل ايه. والله بالنسبه لحاجه اسمها الكيو ار اس ديت، قال لك والله هي مش ويف، دي عباره عن حاجه اسمها كيو ار اس كومبلكس. كومبلكس هو مش ويف، معناها مركب. مركب يعني اكتر من ويف، مركب من مجموعه من الموجات. بيتكون من ايه الكيو ار اس ده؟ والله زي ما قلنا هنا البي ويف اللي هي ويف، ومعلومه برضه هو سامع عن البي ويف ديت. البي ويف ديت ليه اسمها البي ويف؟ والله لما بحثت عرفت ان البي دي اختصار لان اول موجه اكتشفوها، غير ان هي اول موجه في القلب فهي تم اول موجه تم اكتشافها، فاللي شافها قال دي اول موجه، فجايه من كلمه بريمير. بريمير يعني اولانيه. وفي برضه ناس ثانيه بيقول انها جايه من كلمه بريشر او فوق ضغط. بالنسبه لحاجه اسمها الكيو ار اس، زي ما قلنا دي بدايه الموجات في الاي سي جي، فالكيو ار اس محتاجين نقول عنها كلمه مميزه هي ايه؟ هي اطول موجه في اي سي جي او في تخطيط القلب. اطول موجه في تخطيط القلب، وزي ما اتفقنا هي عباره عن حاجه اسمها كومبلكس او مركب. كومبلكس عرفنا انها بتتكون من حاجه اسمها كيو ويف او موجه الكيو، ودي برضه في كلمه عنها. اللي هي عن موجه الكيو، شايفين في موجه الكيو ده يا شباب؟ انا عارف ان الرسم عندكم ممكن ما تبقاش واضحه قوي، بس هنحاول نفهمها مع بعض. لو حتى الكتاب قدامكم، فين موجه الكيو دي يا شباب؟ لو الرسم قدامي ماشيه اهي خط مستقيم، نزل تحت سنه صغيره وطلع فوق جامد. فين موجه الكيو؟ والله موجه الكيو هي الجزء الصغير اللي شايفينه ده، هي موجه الكيو ويف. الكيو ويف قال لك والله هي عباره عن حاجه اسمها هي اول جزء في الكومبلكس. لان هي اول جزء في الكومبلكس، فهي عباره عن حاجه اسمها، هل انت شايف ان هي لفوق ولا لتحت؟ انا شايف شكلها هي باصه لتحت، الموجه نازله لتحت. فهنعرف ان النازله لتحت دي معناها ايه؟ قال لك والله هي عباره عن حاجه اسمها موجه سالبه. موجه سالبه تكون نازله لتحت. طيب المده بتاعتها هتبقى عامله ازاي؟ مثلا المده بتاعتها ديت هو تقريبا المده بتاعتها 4 من 100 ملي ثانيه. يعني في 400 سمعت في الرقم ده قبل كده. 400 اللي هو اصلا كان اطول المربع الصغير. المربع الصغير اللي كان 400 في بالنسبه للخط الافقي، والخط الراسي بتاع المربع الصغير كان 1 من 10. يعني تقريبا مربع صغير واحد. مربع صغير واحد. ده بالنسبه للكيو ويف. حاجه ثانيه زي بالنسبه لحاجه ثانيه اسمها ار ويف. ار ويف محتاجين نشوف برضه الوصف بتاعها. هنقول ايه؟ هي ثاني جزء في الكومبوزيشن فعلا. هل انت شايفين شكلها عامل زي الكيو ويف؟ فين الار ويف اصلا؟ انا شايف دي كيو اهي. طب فين الار ويف؟ والله الار ويف اللي هي الموجه اللي شايفينها دي، الموجه الكبيره اطول حاجه باينه. دي ابرز جزء موجود. اللي هو ايه الار ويف ده؟ قال لك والله ده ابرز جزء. وهو ابرز جزء، هل هو موجب ولا سالب؟ ده انا شايفه من فوق، فهو ابرز جزء وهو موجب. هي موجبه. طيب بالنسبه للمده الزمنيه بتاعته عامل ازاي؟ قال لك والله بالنسبه لو عايز تشوف المده الزمنيه، قال لك والله هو تقريبا 1 من 10 ملي ثانيه. 1 من 10 ملي ثانيه. اما لو بنسال عن حاجه اسمها امبليتيود بالنسبه للاي ار ويف، عايزين نخمن مع بعض. بما ان البي ويف دي قلنا انها تقريبا الامبليتيود بتاعها كان 1 من 10 ملي فولت، هل تظن الامبليتيود بتاع الار ويف 1 من 10 ولا اكبر ولا اقل؟ ده اكبر بكتير من 1 من 10. هو فعلا الامبليتيود ده مش 1 من 10، ده هو 1 ملي فولت الى 2 ملي فولت. يعني النمبر بتاع الامبليتيود بتاع الكيو ار اس ان الشحنه الكهربائيه قوتها قد ايه؟ الشحنه الكهربائيه بتظهر في مرحله النورمال اذا كانت 1 ملي فولت او اذا كانت 2 ملي فولت. طيب انت كده قلت، وطبعا زي ما عايزين نقول برضه لو عايز اوصف برضه، قول مثلا كان ممكن القيمه بتاعتها عامله ازاي؟ هل قيمه مسننه ولا قيمه مستديره؟ قيمه مستديره. حاجه ثانيه اعرف انها الار واي متناظره، يعني المتناظره يعني مثلا مش جزء مثلا طالع لفوق كده والجزء الثاني نازل تحت كده، لا القيمه متناظره، يعني الطرف اللي فوق زي الطرف الاولاني زي الطرف الثاني. جميل. تمثل ايه؟ لو عايزين نشوف مثلا الكيو ار اس دي بتمثل ايه؟ وزي ما عودتكم هنحاول برضه نخمن مع بعض. والله اللي انا عارفه بما ان البي ويف كانت طالعه لفوق وكانت بتمثل حاجه اسمها الاثريال دي بولاريزيشن، فانا شايف تقريبا الموجه دي شبهها بالظبط. انا شايف هي موجه تقريبا طالعه لفوق برضه وحجمها كبير، فهي برضه انا مش عايز اقول غير انها تبقى بولاريزيشن برضه. دي بولاريزيشن جت ازاي؟ والله زي ما قلنا جت شبه الموجه اللي طالعه لفوق بس حجمها اكبر شويه. حجمها اكبر شويه، مين اللي بيبقى حجمه اكبر؟ مين اللي ممكن يجي له اشاره اكبر من الاشاره اللي رايحه للاتريال؟
مين مثلا حجمه اكبر من الاتريا، حجم الجدار بتاعه اكبر من جدار الاتريا وبيعمل ديبولاريزيشن. ده اكيد بيمثل حاجه اسمها فينتريكولار ديبولاريزيشن او ازاله الاستقطاب بتاع الفنتريكل تمهيدا او بدايه ان هو يبدا ينقبض. الفنتريكل لما بينقبض بيحصل له ديبولاريزيشن. طيب واتفقنا ان ده كان بيتم في مرحله ايه؟ لو حد كان فاكر معايا، لو عايزين ده بالنسبه للتعبير الكهربي او التعبير بالفولت. لو عايزين ننتقل بقى للتعبير الميكانيكي بتاع القلب، ده بيمثل المراحل ايه؟ بالكاردياك اوت سايكلز، بتاع الكاردياك سايكلز. والله ده ممكن نقول ان هو كان بيمثل حاجه اسمها ايزو فوليومتريك كونتراكشن. ده كان تقريبا بيمثل اول مراحل في الكيو، كان تقريبا كيو لحد الار. حاجه ثانيه برضه بيكون فيها كونتراكشن ممكن نسميها برضه رابيد ايجكشن فيز. ده ايه المراحل ده؟ ايه علاقتها باللي احنا بنقوله حاليا؟ مش مالهاش علاقه باللي احنا بنقوله، ولكن ده من منظور ثاني. ممكن تقول هو من منظور ثاني. لو كان ده بالنسبه لمنظور كهربي، فده بالنسبه لحاجه اسمها منظور ميكانيكي. بيتناغموا مع بعض. او بتاع المنظور الميكانيكي بيتاخر تقريبا 1/10 ملي ثانيه عن بتاع المنظور الكهربي، ولكن الاثنين بيقوموا بنفس الوظيفه. المنظور الكهربي بيقول لك ان في ديبولايزيشن او ازاله استقطاب تمهيدا للانقباض. فين الانقباض؟ في مراحل الكاردياك او في الكاردياك سايكل. ده بيحصل انقباض في الرابيد ايجكشن فيز، المرحله اللي بيتم فيها ضخ كميه كبيره من الدم من الفنتركل الى الاورطه. طيب واتفقنا ان الابعاد بتاعت الكيو الار اس كامله. ده اعلى رقم بنجيبها ازاي؟ الار واف القيمه بتاعتها على قمه كانت كام؟ دي كانت تقريبا 2 ملي فولت. زي ما اتفقنا الارقام دي كلها نسبيه، كانت تقريبا من 1 الى 2 ملي فولت. طب والمده الزمنيه بتاعتها كام؟ المده الزمنيه برضه لو عايز تشوف المده بتاعتي كام هتلاقي نفس المده بتاعت البي ويف. المده يعني ايه؟ يعني العرض بصينا على الخط الافقي، يعني العرض اللي هنا هو نفس العرض اللي هنا او ده اكبر سنه. ده كان من تقريبا 800 الى 1/10، وده برضه تقريبا في حدود 11 من 100، 11 من 100 ملي سكند. طيب هتسيبني كده من غير ما تقول لي السؤال بتاع كل مره. انت ماسك ورقه الاي سي جي، المفروض ده بتاع النورمال. طيب انا ماليش النورمال، انا لقيت حاجه جديده غير النورمال. المفروض انت قلت لي كيو ار اس بيكون طويله جدا بالنسبه للامبليتيود. الشحنه الكهربائيه العاليه ديت اللي بتنتقل، الشحنه الكهربائيه العاليه ديت جدا بتنتقل في مده قليله جدا، بتنتقل في مده بالنسبه لي على مدار الزمن عديد بالرائد على مدار الزمن ديت، فهي بتتم في مده قليله. طيب افتح سؤال او انت مش تفتح سؤال، انت قاعد في المستشفى وجالك رسم بياني، بس الخط البياني بتاعك او الاي سي جي بدل ما كان طالع بالمنظر ده، طالع بالمنظر ده واخد ثمن 1/11 من الثانيه، لا ده تحول المنظر ده كيو ار اس. خدت كام؟ قول مثلا خدت تقريبا 3 من 10 او خدت تقريبا 5 من 10. ايه اللي ممكن يجي في دماغي بالنسبه للشكل ده؟ اللي ممكن يوسع لي الكيو ار اس ديت. قال لك والله لو نحاول برضه نخمم مع بعض، مش فاهم جديد، نحاول نخمم مع بعض اصلا ده معناه ايه، او نتخيل مع بعض اللي بيحصل. والله المفروض ان المرحله ديت هي مرحله ايه؟ هي مرحله انقباض الفنتريكل، او مرحله ايه؟ هي مرحله زي ما احنا قلنا البي اس اللي بتمثل البدايه والنهايه، بدايه الدوره نفسها ونهايه الدوره تمهيدا للدوره القادمه. معناها ايه؟ معناها ان الاس اي نود بدات تنشط الاوزين في البي ويف، والاشاره الكهربائيه اللي انتقلت من الاس اي نود للاي في نود وبالبريدج فايبرز عشان تبدا تخش على البرانشز اللي موجوده، تنتقل عبر البرانشز زي ما احنا اتفقنا الرايت والليفت باندل برانش. علشان ايه؟ عشان تغذي جدران الفنتركل. فبالتالي المسافه بتاع كيو ار اس دي بتعبر عن ايه؟ دي بتعبر عن الوقت اللي استغرقته الاشاره الكهربائيه علشان تنتقل من الاس اي نود لحد توصل لجدران الفنتركل. اثناء الرحله الجميله دي بتعدي بمين؟ بتعدي بحاجه اسمها اي في نود وباندل فيس. اللي كانوا باندل فيس لو حد كان متخيل معانا الرسمه، التالت بتنقسم الى رايت وليفت باندل برانش. نزلوا وصلوا لغايه اقل حته او اكتر حته منخفضه في الفنتركل، ويطلعوا كمان في الجدران بتاع الفنتركل ده عشان يغذوه. فلما تقول لي ان الاشاره خلال الوقت، الاشاره بدل ما كانت تنتقل في 1/10 انتقلت في 5/10، بدل ما تنتقل في 1 ثانيه انتقلت في 5 ثواني. معناها ايه؟ معناها ان الاشاره اتاخرت، معناها ان الاشاره ما جاتش من الاس اي نوت على طول. فده يجي في مرض ايه؟ قال لك والله ده هتلاقوه في مرض معين. فلو الكيو ار اس نقول انها خدت لونج بيريود، انا مش محتاج اقول لكم اللونج بيريود ده بيعبر عن مين؟ بيعبر عن الخط، بيعبر عن المحور الافقي. نبص على المحور الافقي على طول. تخيل لونج بيريود معناها ايه؟ انها بتساوي
الإشارة الزمنية مش هنقعد نعيد في الكلام، استعراض وقت طويل بالانتقال من الأذين للبطين. إيه اللي ممكن يحصل؟ لو عايزين نشوف ترجمتها معانا، حصل حالة طارئة أو حصل مشكلة عملت وقف بالنسبة للإشارة، اعترض طريق الإشارة، وقف يعني إيه؟ يعني بلوك. اعترض طريق الإشارة في مسارها من الاس اي نود للاي في باندل، فقال لك ولو عايز تسمي المناطق اللي هنسمي حاجة اسمها باندل برانش بلوك بي بي. هل انا شرحنا حاجه جديده ولا استنتجناها مع بعض؟ احنا اتفقنا ان المشكله الاساسيه ان الاشاره الطابور اتاخرت وهي بتعدي على الباندل برانش او البي جي فايبرز الرايت والليفت اتاخرت، فحصل فيها ايه؟ حصلت حاجه عطلت طريقها، فلو عايز تسمي المرض بتاعك سميه باندل برانش بلوك، يعني حاجه عطلت طريق الاشاره. طيب حاجه ثانيه ممكن تؤدي الى ان الكيو ار اس ممكن توسع معايا، او ان الكيو ار اس دي تستغرق وقت طويل. والله هقول لك انا ممكن حاجه ثانيه نستنتجها مع بعض. مش قلت لي ان الوقت الطويل ده البي او اف ديت كان بالنسبه للحسين وكان حجمها صغير بالنسبه ده، عشان ايه؟ عشان جدران الحسين رفيعه، عشان جدران الحسين صغيره، فالجدار الصغير مش محتاج قوه كبيره تستثيره. الشخص الصغير هل عشان استثيره عشان ازقه مثلا، انا عايز ازق مثلا شخص صغير قدام هو ده محتاج قوه كبيره ولا مجرد قوه صغيره؟ مجرد قوه صغيره. فبالنسبه لجدران الفنتري القويه، الجدران السميكه، انا محتاج اخلي الفنتري ينتبه، محتاج اريك الغلط عشان ينبهه. هل احتاج قوه صغيره ممكن تنبهه؟ لا، ده محتاج قوه كبيره جدا عشان تنبه الفنتري ده. جميل. طب ده علاقته بايه؟ هقول لك بقى علاقته بايه؟ مش انا ممكن الاشاره الكهربائيه علشان بالنسبه لنفس التوجه اللي هو الفنتركل، مش في انا عارف مرض معين من جواه حاجه اسمها هايبرتروفي، في مرض معين كان بيجي في الفنتركل ده كان بيخلي الجدران بتاع الفنتركل تبقى اقوى، فالاس ان هتسكت لما تلاقي الجدران بقت اقوى، الاس ان مش هتسكت، فهتعمل ايه؟ هتبعت له اشارات اقوى، الاشارات الاقوى ديت هتبدا تستثيره بشكل اقوى، فتزود الامبليتيود، غير كده هتزود المده الزمنيه، فعلشان تسير الفنتركل بعد ما ضربه اساميك مش هياخد مش هياخد وقت طبيعي، ده هنزود في الوقت ده. فالمرض الثاني اللي ممكن يزود لي الكيو ار اس تبقى فلونج بيريود، مرض ثاني بنسمي له حاجه اسمها الفنتريكولار هايبرتروفي. يعني يقصد ايه بالفنتريكولار هايبرتروفي؟ والله يقصد ان الزمن اللي هستغرقه علشان استثير او عشان انبه شخص رفيع او الفنتريكل هو رفيع مش نفس الزمان لما يتخن، لازم الزمن يبقى اكبر. طب حاجه مثلا زي الفنتريكولار هايبرتروفي ده بيحصل، ممكن يحصل في مرض ايه؟ الفنتريكولار هايبرتروفي يعني قوه الجدار بقت اقوى علشان المقاومه بقت اقوى. فمين المقاومه اللي موجوده اللي قدامك؟ المقاومه اللي قدام الفنتريكل هو دم، هو البلد. ايه اللي ممكن يخلي البلد بتاعك المقاومه بتاعته تزيد؟ ببساطه خالص المرض ده كلنا عارفينه، مرض اللي هو اسمه ايه؟ اللي هو عباره عن حاجه اسمها هايبر تنشن، ضغط الدم المرتفع اللي موجود في اللي بيقابل الفنتريكل والدم رايح للاورطه، لما يلاقي ضغط الدم قوي قدامه الفنتريكل كاسلوب للتكيف او اسلوب للتاقلم مع القوه ديت محتاج يغلظ من الجدار بتاعه علشان يسمح بكميه الدم تبدا تنتقل بسهوله للاورطه. مش الفنتريكل بس، اي عضو في الجسم بتاعك، الايد او الرجل بتاعتك، لو المقاومه او تعرض لضغط شديد هتلاقي ان كتأقلم معاها هتلاقي ان الجدار بتاعها او هتلاقي ان العضو نفسه ابتدى يبقى اسمك. نعرفها ازاي؟ ببساطه خالص، واحد شخص فلاح مثلا شغال في الارض، هل اللي بتاخده زي ايدك مثلا وانت كله مثلا بالورقه والقلم او شغلك كله مع المكتب؟ بالتاكيد لا، لان الفلاح تبقى لها اسمك، شو الجلد بتاعها يبقى سميك وهيبقى قريش شويه. ايه اللي بيحصل؟ ببساطه خالص الفلاح ده من كتر ما بيمسك الفاس، من كتر ما المقاومه او الضغط او بيحصل فيه تصادمات في الانسجه اللي موجوده في ايده، الجلد بتاعه بيتاقلم ازاي؟ ان هو يزود من سماكه الجلد اللي موجود في الموجود علشان يتاقلم مع الضغط ده. وبكده يا شباب نكون خلصنا الموجه الثانيه من الموجات الموجوده اللي بنشوفها في البي سي جي. ننتقل للموجه الثالثه اللي عليها الدور وهي حاجه اسمها ال تي ويف. انا شايف برضو الويف دهيت موجوده، والله انا شايف بالبساطه خالص ان نقول نفس الاسطمبه او نفس القالب اللي احنا متفقين عليه. والله هي موجبه، هي موجبه ومستديره وصغيره بالنسبه
باقي المراحل او باقي الويفز اللي قلناها ديت. ايه الزمن بتاع التي ويف؟ لا والله ببساطه برضه ان التي ويف ما بيستغرقش زمن كبير، تقريبا كان مش ده كان 11% وده تقريبا 11%، زيهم تقريبا بيساوي تقريبا 12 من 100 ملي سكند، ده بالنسبه للتايم بتاعها. اما لو عايز تنتقل لحاجه مثلا شرح زي الامبليتيود او ويفز، انا شايف الار ويف دي كانت كبيره خالص، ده كانت اكبر، احنا اتفقنا قلنا كلمه هي اكبر موجه في تقطير الطول او الامبليتيود، دي كانت بتساوي 2 ملي فولت، اما دي كانت بتساوي كام؟ دي كانت بتساوي 1 من 10. طيب انا شايف التي ويف ولا من ديت ولا من ديت، ده كان بين البنين، لو ان التي ويف ديت كانت تقريبا 5 من 10 ملي فولت، ده بالنسبه للامبليتيود. معلش هرجع لكم مره، لان الكلام مهم، لان الكلام مش مجرد كلام نظري بس موجود على الكتب، ولكن الكلام ده كل كلمه او كل سطر من الكلام ده هيجي لك قدام حضرتك في المستشفى، هيجي لك رسم بقى او عيله مثلا شخص مريض ويجي بيبقى لك يا دكتور شوف الرسم ده بيعبر عن ايه؟ هبص على اليوتيوب بتاعه هتلاقي التيوب دي بدل ما كانت تقريبا المفروض لو مرسول لو مكتوب قدامكم الارقام مثلا المفروض تكون نورمال 5 من 10 ملي ثانيه، هتلاقي التيوب مثلا بقت 1 من 10، اختفت خالص. محتاج تعرف ان ده معناه ايه؟ انا محتاج اشوف تاثير القلب بتاعك، عايز اشوف اخباره ايه من التي ويف، محتاج تعرف الرابطه ما بين شكل التي ويف وبين حاله القلب، ده كله هتفهمه ازاي بقى؟ هو هتعرفه ازاي؟ او هتعرفه بالمذاكره، مفهوم؟ ده التي ويف، الامبليتيود بتاع التي ويف المفروض النورمال بتاعه 5 من 10 ملي فولت، اكبر من كده او اقل من كده مع ان في مشكله عضويه في القلب، جدران القلب نفسها ما بقتش فيها مشكله، ما تقلقوش الشباب كلها شويه وهشرح لكم مع بعض ايه الابنورماليتي اللي ممكن تبقى موجوده في الاي سي جي ديت. طيب ده بالنسبه للابعاد بتاعته، طب يمثل ايه التي ويف ديت؟ بيمثل ايه؟ هنا هنيجي حتى لو ظبطنا شويه يا شباب، احنا اتفقنا ان دي طبعا فوق يبقى تمثل الاتريال دي بولاريزيشن وكانت موجبه، ودي كانت بتمثل الفنتريكولار دي بولاريزيشن، الفنتريكولار دي بولاريزيشن علشان يحصل استثاره انتجنا شحنات بالموجب، يعني عشان نعمل استثاره الاس ام اشتغلت طلعت شحنات موجبه. طيب مش الفنتريكل ده محتاج برضه يحصل له حاجه اسمها انبساط للفنتريكل؟ طب هل انبساط الفنتريكل ده بيتم بشكل بسيط؟ بيتم بشكل طبيعي زي ما استك مثلا، هل بيتم ان الفنتريكل بيتشد ويرجع بشكل ميكانيكي طبيعي، ولا برضه في اشاره كهربائيه بتيجي تخليه ينبسط زي ما امرت ان هو ينقبض انت ان هو ينبسط؟ قال لك لا، ده الفنتريكل ده بيجي اشاره كهربائيه ثانيه، فبالتالي بنطلع بالموجب، هنلاقي اشاره بتيجي وبتكون اشاره موجبه، بتعمل ايه الاشاره دي؟ بتعمل حاجه اسمها الفنتريكولار، يعني الفنتريكولار ريبولارايزيشن. ventricular repolarization معناها ايه الكلمه ديت؟ معناها ان الاس لو حصل اشاره كهربائيه معينه جت استثارت جدران الفنتريكل علشان تقول له ارجع تاني للاستقطاب بتاعك، ارجع تاني لوضع الراحه بتاعك. تزامنت المرحله ديت مع انهي جزء في الانقباض الميكانيكي؟ تزامنت في مرحله الانبساط او الفنتريكولار دايستولي. جميل. وهنا يفتح سؤال، انت قلت لي الكيو ار اس انقباض، الكيو ار اس ده كان انقباض للفنتريكل والتي هو انبساط الفنتريكل، طب هو الاتريال مش ملوش حد يسال عليه، يعني مش هو انقباض وانت كده بتناقض نفسك، هو دلوقتي الاتريال انقبض، ما هو برضه الاتريال بينبسط، ليه الاتريال ما عندوش موجه كامله خاصه بالانبساط زي ما الكيو ار اس والتي انقباض وانبساط، الاتريال مش في بي محتاجين فين الموجه بتاعت الانبساط؟ ما انت كده بتناقض نفسك، ولا لا مش بناقض نفسك. إذا كان الانقباض اللي هو أكبر قوة بالنسبة للآر مثلا والتي، الانقباض كان أكبر قوة، وكان أبرز شكل واضح في الرسم. بالنسبة للإتري أصلا شايف الحجم عامل إزاي بالنسبة للانقباض الإتري؟ كان حجمه صغير وابعاده نفسها كان تقريبا 1 من 10 ملي فولت، حجم الشحنه الكهربائيه اللي اس اي نوت طلعتها علشان الاتريال المنقبض كان قليله. طيب ما بالك بالانبساط؟ يعني الانبساط بتاعه كام؟ الانبساط بتاعه لو عايز تبقى 1 من 10 فقول تقريبا كان كام؟ لو قول الاتريال ريبولايزيشن مثلا بدل كان 1 من 10 فقول انه هيبقى بيساوي مثلا اي رقم تخيلي في دماغك قول 5%. ده اول سبب. طيب فين 5%؟ انا محتاج اشوف، ولا كان كده بقى ده الاتريال ريبولايزيشن، انقباض الاتريال كان بيتبعه انقباض الفنتركل، زي ما اتفقنا بيحصل فيه تاخير بسيط جدا او لاج بسيط جدا، بيعمل حاجه اسمها اي بي نودال ديلي، تاخير بسيط جدا 1 من 10 ملي ثانيه، ولكن لازم تبقى عارف ان الاتريال بينقبض وبعد الفنتركل بينقبض. طب استنى، ما هو الاتريال لما ينقبض بتقول ان في موجه طلعت صغيره جدا اهيت، موجه طلعت صغيره اهيت، ودي اسمها بالنسبه للاتريال ريبولارايزيشن، وتقول لي بعدها جايه موجه قويه جدا، موجه قويه
اسمها ايه؟ اسمها الكيو ار اس بتاع الفنتريكولار ديبولاريزيشن. بيحصل ايه؟ قال لك والله ده اللي بيحصل حاجه اسمها ماسكينج. يعني ايه ماسكينج يا شباب؟ يعني بيحصل حاجه بالرؤيه موجوده، هي عايز تقول انها موجوده مش بناقض نفسي، هي موجوده عادي، ولكن حصل لها حاجه بالرؤيه، حصل لها تداخل مع موجه في الكيو ار اس وما شافتش الكيو ار اس، غطت عليها وجود الكيو ار اس نفسه، بما انها احنا اتفقنا دي البارزه، فبالتالي العيان كلها تبقى على الكيو ار اس، اما دي اصلا مش موجوده او مهمشه، فبالتالي الديبولاريزيشن مش متشافه. فبالتالي بعدين نقول مثلا حاجه عن التي ويف اللي بتمثل فنتريكولار ديبولاريزيشن. سؤال ممكن نقول سؤال اهوت: لا يوجد atrial repolarization. قال لك ليه؟ ببساطة لأن بيحصل ماسكينج أو حجب مع كيو ار اس ventricular depolarization. انا كده شايف يا شباب تقريبا اغلب الاجزاء احنا قلناها. ابدا اشوف بس اراجع بسرعه، اشوف لو في جزء نسينا نقوله ولا حاجه. اتكلمنا عن البي ويف واتفقنا انها اول موجه اسمها جاي، عشان كده اسمها جاي بريمير، المده الزمنيه بتاعتها 11%، الفولتج 1/10. لا، اختفاء البي ويف معناه ايه؟ اختفاء البي ويف معناها ان لم ينطلق من العقده الاذينيه، العقده الجايه الاس اي نود، وانما انتهى من مكان ثاني. انتهى من مكان ثاني بايه؟ اي خليه من الاتريال وول ممكن تبقى المكان الثاني اللي بيطلع منه شحنه كهربائيه، تمسك فيها القياده، وتبدا تطلع هي شحنات كهربائيه، وزي ما احنا عارفين ده بيشكل ايه؟ ده بيشكل فوضى في رتم الشحنات اللي موجود في القلب. وكده دخلنا عشان ما نضيعش وقت، دخلنا في حاجه اسمها كيو ار اس، واتكلمنا عن كل تقريبا الكلام كله اتقال يا شباب، واتكلمنا ان اللي جاب بروز الكيو ار اس حجم الجدران بتاع الفنتريكل اكبر بكتير من حجم الجدران بتاع الاتريا، وده اللي خلى في بروز في الشكل بتاع الموجه. واتكلمنا برضو عن المرض اللي هو باندل برانش بلوك، من اسمه ان شاء الله مش حاجه صعبه، كله مجرد تخمين. يعني بلوك يعني حصل، بيقول لك لو واحد عمل لك بلوك، يعني ايه عمل لك بلوك؟ قال لك والله عمل حظر تدخل، عمل لك منع انك تخش، منع الشحن، حصل منع للشحنه اللي جايه من فروع الباندل انها تخش الفنتريكل. طب ده عمل لي ايه؟ ده الشحنه بدل ما كانت بتخش في ثانيه، ده انا منعتها، انا قعدت احط ايدي بطريقه كده، منعها انها تخش. المنع ده مش هياخد وقت، فلما يحصل برضه برانش بلوك ده هيزود لي الاتساع بتاع الكيو ار اس. واتكلمنا برضه عن التي ويفز، المده الزمنيه بتاعتها 12 ملي ثانيه، والامبليتيود بتاعها 5 من 10، 12 من 100 ملي ثانيه، والامبليتيود بتاعها 5 من 10. طيب وبكده يا شباب نكون خلصنا اول جزئيه من حصه النهارده، الويفز. اتفقنا هل الاي سي جي لما شافوها قسموها لويفز بس او موجات بس، ولا لا؟ انت كده مش مركز معايا. ليه بقى؟ لان الاي سي جي لو انت مركز، انا شايف في اجزاء انت ما شرحتهاش، احنا محتاجين نشرح شرح تفصيلي. ليه بقى؟ انت شايف انا قلت ويف واحد ويف اثنين ويف ثلاثه، طب انت مش شايف الخطوط اللي بين كل ويف والثانيه ديت؟ الخطوط ديت مش ممكن الخط الثابت اللي بنسميه ايه؟ بنسميه سيجمنت. مش ده ليه سايبه وما شرحتهوليش؟ ما انت محتاج تشرح لي كل تفصيله، ما دام انت عرفت لي طريقه بتعرفني حاله القلب من الجلد، يعني مثلا من خلال هحط شويه مستقبلات على الجلد، ارسم الاشاره الكهربائيه اللي طالعه رسم بياني، تقدر تقول القلب عامل ازاي. ده حاجه تطور كبير قوي شايف في المجال ده. وعلى فكره اول عالم اللي هو طلع، اللي هو اكتشف وجود البي ويف، او اللي عرف ازاي يرسم الاشاره الكهربائيه على رسم بياني، ده خد جائزه نوبل. فالموضوع مهم يا شباب، والموضوع ده تطور كبير عن قبل كده، عن في مجال القلب والاوعيه الدمويه. فعرفت ان في حاجه اسمها سيجمنت، وهنعرف بعدين في حاجه اسمها انترفال. زي ما قلنا في اول حصه، ترجمه، لو حد بحث عن ترجمه كلمه انترفال هنلاقي ان انترفال دي معناها فتره او بيريود او مده زمنيه. اما بالنسبه للسيجمنت فهي سيجمنت يعني قطعه مستقيمه، مسافه، يعني مش مجرد نقطه، دي مسافه من نقطه لنقطه بنسميها سيجمنت. دي بنسميها، دي بناخد ان ديت نقطه هي، لو النقطه الثانيه جنبها وسط بينهم اسمها سيجمنت. هنا ايه برضه غير الويفز اللي موجوده في القلب، والله لقينا حاجه ثانيه اسمها مجموعه من الانترفال، حاجه اسمها بي ار. بي ار دي سيجمنت ولا انترفال ولا لا؟ البي ار دي عباره عن حاجه اسمها بي ار انترفال.
ما انت عارف ان البي ار انترفال فهي مده زمنيه. هنشتغل على المحور الراسي ولا المحور الافقي؟ هنشتغل على المحور الافقي. المحور الافقي بتاع الملي سكند بتاع الزمن. عشان ما نحفظش زي ما اتفقنا، انا شايف بي ار انترفال هي مده ليها علاقه بالبي ولا ليها علاقه بالار، بتعبر عن ايه البي ار انترفال ديت؟ قال لك والله هي المده، لو عايز تشوف التعريف بتاعها، هي المده بين بدايه البي، المده بين بدايه البي ويف الى بدايه الكيو ار انترفال، الى بدايه الار انترفال. وسط بقى بدل ما بيقول لك كيو ار اس، قال لك بقى المده بين بدايه البي الى بدايه الار. لو عايز نكتبها هي الفتره بين بداية البي وبداية الار ويف. هو المفروض بقى لو بيطرح سؤال، اشمعنى اختاروا من البي، يعني اشمعنى اختاروا النقطة في بداية البي وبداية الار ويف؟ اشمعنى اختاروا الفترة دي بالذات اللي هو يقول لك انها تشرحها مخصوص؟ يعني ليه ما قالوش مثلا الفترة بين نهاية البي وبداية الار؟ هو ليه ما اشمعنى اختاروا اللحظات دي بالذات عشان يشرحوها لك بشكل مفصل؟ هقول لك ليه؟ لو عايز تجاوب على السؤال ده نرجع للتمثيل الميكانيكي، نرجع للحظه، نشوف اللحظه دي بتمثل ايه اصلا في التمثيل الميكانيكي بتاع القلب، تمثل انقباض ولا انبساط؟ قال لك والله نشوف اللحظه ما بين بدايه البي ويف، اي ما بين بدايه انقباض الان وما بين بدايه انقباض البطين. فلو عايزين نشوف الفتره دي، قال لك والله هي بين بدايه انقباض الاتريا وبدايه انقباض الفنتركل. طب جميل، هنعرف العد هنا ولا لا؟ ده الانقباض ما هو الا ايه؟ ما هو الا جزء او مرحله هي المرحله السابقه. المرحله السابقه ايه الحاجه اللي بيبدا بيها؟ ده احلى يبدا لنا الحركه، ده اي حركه موجوده في القلب كانت ما هي الا اشارات كهربائيه. تمثل ايه المرحله البي ار انترفال ديت؟ ده هي الفتره ما بين ايه؟ ده الفتره ما بين اول اشاره من الاس اي نود من استثاره الاذين وما بين الاشاره تبدا تنتشر لجدران البطين. فهي فترة إيه؟ هي فترة انتقال الإشارة، انتقال الإشارة أو النقطة. أول نقطة موجودة في الحاجة دي بالبي ويف، بالبير ويف، معناها إيه؟ انتقال أول إشارة أو أول نقطة طلعت من الإس إي نود عشان تنتقل لمين؟ عشان تنتقل للإي نود، وبعدها تنتقل لحاجة اسمها البر من اس إي نود للإي نود ثم البر كيمونجي فايبرز. جميل، مش انت بتقول دي انترفال مده زمنيه؟ مقدارها ابسط سؤال يجي في اسهلنا، مقدارها قد ايه المده الزمنيه ديت؟ والله لو قلنا مقدار المده الزمنيه ديت من 12 من 100 ملي ثانيه الى 20 ملي ثانيه، ودي كانت انترفال. وزي ما اتفقنا في زي ما عودناكم دايما في الحلقات اللي فاتت ديت، محتاج تقول لي باثولوجي او مرض معين بيجي يمكن له علاقه بالبي ار انترفال ديت. ببساطه خالص البي ار انترفال الزمنيه بتاعتها العمر بتاعها 2 من 10 ملي ثانيه. انت مسكت دلوقتي الاي سي جي ديت وابتديت تشوف الفتره بتاعت البي ار انترفال ديت كانت عامله ازاي، لقيت ايه؟ والله لقيت ان هو الفتره كانت جايه لك، كان لقيتها مثلا 5 من 10 ملي ثانيه. دي معناها ايه؟ دي معناها لونج بيريود بي ار انترفال، معناها لونج بي ار انترفال. وده بيعبر لي عن ايه بقى؟ لو بعض مثلا التعبير الميكانيكي بتاعه، هنستخدم الالفاظ كتير الفتره الجايه، تعبير ميكانيكي ولا تعبير كهربي. التعبير الميكانيكي عن البي ار انترفال دي معناها ايه؟ معناها ان الاشاره استغرقت وقت اطول من اللازم في الانتقال من الاس اي نود للاي في نود. طيب ويحصل باثولوجي او ده ممكن ياثر على ايه؟ قال لك والله ببساطه خالص اللي بيأثر في الفترات بتاع الانقباض، يعني بدء انقباض الفنتريكل كان المفروض يبقى موجود مثلا في وقت معين، فمش هيحصل، هو هيتاخر شويه. المرض ده بنسميه ايه؟ احنا زي ما اتفقنا عشان ما نبصي، احنا اتفقنا كان في اشاره ماشيه في طريقها اهيت، وحصل ايه؟ حصل حاجه بطئتها، حصل حاجه اعترضت طريقها، اعترضت طريقها يعني ايه؟ يعني ايه بلوك؟ بلوك. طب الاشاره كانت خارجه منين؟ وايه اللي اعترض طريقها؟ والله المفروض الاشاره كانت تنتقل للاي في نود. فبيحصل فين؟ انا كنا بنقول بيحصل في حاجه اسمها اي في نود. هنزود بس كلمه حاجه اسمها فيرست ديجري اي في نودال بلوك.
وده المرض الاولاني. ولو برضه يا شباب حاجه ثانيه ليكوا برضه تبقى معلومه ليكوا، مش مجرد الفيرست ديجري بلوك بس، ممكن تزود لي البي ار انترفال. ده لو حاجه ثانيه ممكن تزودها زي ايه؟ وانا برضه في الابلاغ بقى ايه ثانيه ممكن الهيماتروفي، مش كانت برضه لونج بيريود، كانت مالتي برانش بلوك، وكان حاجه اسمها الفنتريكولار هيماتروفي. قال لك والله ممكن يحصل في حاجه اسمها الفنتريكولار هايبر تروفي. مرض تاني غير كده قال لك والله برضه مرض اسمه بري كاردايتس، مرض بيخلي برضه ان البي ار انترفال تزيد شويه. امراض تانيه ممكن موجوده برضه اشوفها لكم، لان دي كانت معلومه تقريبا زياده. اتكلمنا عن في بعض امراض زود لي البي ار انترفال، فيرست اللي هو هارد بلوك. كفايه ده دكتور، كفايه اللي شباب عليكم لغايه دلوقتي بالنسبه للامراض اللي بتزودها. طيب ده برضه شباب ده ممكن مرض ثاني البي ار انترفال المفروض النمر بتاعها 20%. ممكن مرض ثاني يعمل لي ايه؟ ممكن تلاقي انها بدل ما كانت 2 من 10 مللي ثانيه بقت كام؟ بقت 5% مثلا. ده ممكن يحصل حاجه اسمها نقص البي ار انترفال. طب وده بيجي في مرض ايه؟ بيجي في مرض ايه؟ ان الاشاره الكهربائيه بدل ما كانت اشاره قويه وكانت بتستغرق وقت علشان تدفع كميه دم معين، او تخلي القلب ينقبض ميكانيكيا علشان يدفع كميه دم معين من الاتريال للفنتريكل، معناها ان الاشاره بقت اقل في القوه، ومعناها انه اقل في الزمن اللي كانت بتستغرقه. معناها ايه يا شباب؟ ببساطه معناها ان القلب بتاعك جهاز ذكي، لما بيلاقي كميه دم زياده بتخلي اشاره قويه تدفع الجدران بتاع الفنتريكل علشان تنقبض. طب لما بيلاقي شويه دم قليلين ده بيعمل لي ايه؟ قال لك والله ما بيتعبش نفسه، بيخلي الاشاره نفسها تبقى اضعف، وبرضه بيخلي حاجه اسمها انترفال او المده الزمنيه بتاعت البي ار بتقل شويه. فالمرض ده ممكن يعمل لي حاجه اسمها نقص في البي ار انترفال، وحاجه اسمها الكارديال اسكيميا. اسكيميا يعني ايه؟ اسكيميا يعني نقص اكسجين، يعني كميه نقص الاكسجين اللي كان بيروح للخلايا اللي موجوده في القلب. وده بيعمل لي ايه؟ نقص الاكسجين ده برضه بيعمل لي لو انها بتخلي البي ار انترفال تبان ان هي بدل ما كانت بياخد وقت تستغرق وقت زياده، استغرقت وقت اقل شويه. وبكده يا شباب نقدر ننتقل للجزئيه اللي عليها الدور ونشوف مع بعض حاجه جديده اسمها اس تي. دي برضه دي مسافه ما بين نقطتين. عايز تشرح لنا ايه عن الاس تي؟ هل برضه هي عباره عن حاجه اسمها اس تي انترفال مثلا ولا لا؟ بالنسبه للاس تي نشوف فيها فين مكان الاس تي. والله هتلاقي في المنطقه ديت، انا شايف الاس موجوده هنا والتي موجوده هنا، فانت اشرح لي في الموجوده دي في المنطقه دي تقريبا اسمها ايه؟ قال لك والله هتشرح حاجه اسمها الاس تي سيجمنت. يقصد ايه بالاس تي سيجمنت؟ السيجمنت يعني قطعه مستقيمه ما بين نقطتين، ما بين نقطه الاس سيجمنت الاس ديت وما بين نقطه بدايه التي. بتمثل القطعة المستقيمة هي ما بين نهاية الاس وما بين بداية التي. نكتبها مع بعض الجزئية ديت. وانا عارف زي حضرتك برضه التعبير ده ما بيفهمنيش قوي معناها ايه بالنسبه للقلب. القلب قدامي اهوت بينقبض، معناها ايه الاس تي سيجمنت ديت؟ دي معناها هي اللحظه ما بين نهايه الانقباض اللي هي عباره عن حاجه اسمها الفنتريكولار ديبولاريزيشن، انقباض الفنتريكل، والتي الفنتريكولار ريبولاريزيشن، انبساط الفنتريكل. فهي اللحظه ما بين انقباض الفنتريكل، يبقى هي المسافه هي اللحظه. السبب مش لحظه لانها مش انترفال، ما ينفضلش كل لحظه، فهي المسافة بين نهاية الاس أو نهاية الفنتريكولار ديبولاريزيشن، اللي هو بين قوسين لازم نبقى عارفين إن هو بين قوسين يبقى اسمه الانقباض، وما بين بداية الفنتريكولار ريبولاريز بين قوسين انبساط. يبقى الفترة ما بين انقباض الفنتريكل وانبساط الفنتريكل. لو حد اشتغل معايا يكون مركز ويقول لي طب ده بيمثل ايه برضه في بالنسبه لحاجه زي الاكشن بوتنشال مثلا. احنا عايزين نربط كل الاجزاء مع بعض. بالنسبه للاكشن بوتنشال ايه اللي في الاكشن بوتنشال اللي كان بالنسبه للخلايا الالف اللي كان بيمثل بقطعه مستقيمه ما بين الانقباض والانبساط.
الانبساط، مش فاكرين إن جزء معين كان اسمه بسبب البلاتو، البلاتو او الضوء اللي هو كان الخط المستقيم اللي كان يلي انقباض القلب. احنا اتفقنا ان اثناء الانبساط ما كانش بقى مره واحده جزء منبسط وبعدها خط مستقيم وبعدها باقي الجزء انبسط تاني او باقي الجزء حصل له ريبولاريزيشن. انا والله بالنسبه لحاجه اسمها الاكشن بوتنشال، الاكشن بوتنشال انا والله ممكن بعمل حاجه اسمها البلاتو. جميل. فبالتالي انت دلوقتي عرفت ليه تختار الاس تي سيجمنت معين. قال لك والله هي لحظه هامه، لا ان هي لحظه هامه ممكن تفيدنا بعدين بالنسبه لدراسه القلب. هي لحظه ما بين نهايه الانقباض وبدايه الانبساط، فهي لحظه هامه. ثاني حاجه بالنسبه للاس تي سيجمنت ممكن هي برضه امراض. زي ما لو عودتنا قول لي مثلا ايه اللي هيحصل لو الاس تي سيجمنت كانت مرتفعه او مرض كان في الاس تي سيجمنت كانت منخفضه. يعني ايه مرتفعه ومنخفضه؟ والله انت عارف الاس تي سيجمنت زي ما انتم شايفين، الاس تي سيجمنت ليها وقت معين، قول تقريبا من بدايه مثلا قول عايز مثلا 1 مللي ثانيه مثلا، وغير كده ليها ايه؟ ليها فولتج معين بتتم عنده. فايه اللي هيحصل لو الاس تي سيجمنت ارتفعت معين او بقت عند فولتج او بقت عند فرق كهربائيه عاليه او قلت شويه بقت عند شحنه كهربائيه قليله؟ اقول لك والله ببساطه الكلمه دي سوف خليكم فاكرينها كتير لان هتقابلكم كتير قوي. الاس تي سيجمنت هتشوف اللفظ اللي هو طارق وقاله، زياده او ارتفاع قطعه الاس تي سيجمنت هي علامه كلاسيكيه لمرض معين. اسمه ايه المرض المعين ده؟ ده اسمه حاجه اسمها مايوكارديال انفاركشن او موت في خلايا القلب. قال لك هي علامه كلاسيكيه نقدر من خلالها نشوف لو شخص عنده المايوكارديال انفاركشن او جزء مثلا في معين في الجدران بتاع الجوبات القلبيه حصل له موت، فكره مثلا او جزئين الامداد الدموي اللي كان رايح للفنتريكل بيغذيه باكسجين وغذاء، الامداد نفسه قل او ما بقاش موجود وبالتالي هيحصل ايه؟ اي عضو ما بيغذاش يحصل له موت، يحصل له انفاركشن. فلما تلاقي الاس تي سيجمنت مرتفع عيان لا قدر الله جاله والورقه بتاعته لقيت ان الاس تي سيجمنت مرتفع عن الطبيعي بتاعها اللي هو تقريبا 1 من 10 يا شباب. عارف ضرب 1 من 10 كوره كتير قوي على مدار الحصه، هنا وهنا يعني كوره كتير قوي، بس هو بحاولوا تحفظوه كده يا شباب. 1 من 10 ملي فولت اللي عباره عن ايه؟ بيعبر عن حاجه اسمها مايوكارديال انفاركشن او موت في عضله القلب. وبرضه شباب لك برضه بيعبر عن حاجه اسمها برضه ممكن تقولوا حاجه اسمها بري كاردايتس او التهاب الغشاء المهد بالقلب. برضه نيجي بقى لحاجه ثانيه اسمها نقص الاس تي سيجمنت. الاس تي سيجمنت اللي كانت بتعبر عن مرحله البلاتو ممكن يحصل فيها نقص او ممكن يحصل فيها انها تقل شويه. ده بيتم فين؟ انا والله دي بتتم في حاجه برضه اسمها اسكيميا، في حالات الاسكيميا او حالات نقص الاكسجين المغذي للقلب. نشوف بقى وصلنا لغايه فين. في بس جزئيه يا شباب بالنسبه لجزئيه البي ار انترفال، اتفقنا ان ممكن نسينا نقولها بس ان شاء الله ما فيش حاجه نذكركم بيها على طول اهيت. في جزئيه اسمها نقص البي ار انترفال او نقص المده الزمنيه اللي بتستغرقها الاشاره انها تنتقل من الاذين للبطين. احنا قلنا ان السبب بتاعها لازم في البدايه نكون عارفين ان الاشاره اصلا لها وقت معياري او وقت قياسي او ديفولت بتنتقل من خلال الاذين للبطين. كون ان الوقت بيقل، الوقت ممكن تقول الوقت بيقل ونعمل داون لوك. كنا بنقول ان الوقت بالنسبه للبي ار انترفال حصل له ان هو قل يعني بقى اسرع. ده هو حاجه من معياريه، يعني هو اصلا القلب بيصير عربيه مثلا، لا عربيه مثلا قول ان هي كم حصان، قول مثلا ان هي بتسير بسرعه معينه وده اقصى قدرتها، تيجي تقول انها زادت ان الوقت قل السرعه زادت، اقول لك لا في ايه في الحالات دي؟ اقول لك والله بيحصل لما يكون في حاجه اسمها ايه؟ لما يكون في حاجه اسمها اكسسوري باسوي او مسار اضافي، مسار زياده، اذا من خلاله القلب يلاقي طريق زياده الاشاره تنتقل من خلاله. طبعا ده بيكون ابنورمال، زي برضه حالات اللي بيكون في بيس ميكر كده او في خليه بتجنن وتبدا تطلع شحنه كهربائيه خاصه بيها بنسميها اكسسوري بيس ميكر. نفس الحاله هنا تبدا خليه ثانيه تطلع الاشاره بشكل اسرع من الاشاره الطبيعيه، وده بيبقى بيجي موجود في مرض معين اسمه وولف باركنسون وايت سندروم. وولف باركنسون وايت سندروم بيبقى فيه مسار جديد او اكسسوري باسواي من خلال الاشاره بتبدا تطلع. مثال لكم او محتاجين نشوف تشبيه مثلا مثالي، والله تشبيه مثلا بالنسبه للبريد او البوسطه مثلا. انت محتاج تبعت رساله بالبريد، ايه اللي بيحصل؟ البريد او الناس اللي في البريد بيمسكوا الرساله بتاعتك
وصلوها، قبل ما يوصلوها مثلا لو عايز تبعت رساله من القاهره لاسكندريه، رحت لمركز البريد واستقبل الرساله بتاعتك وعمال يفرز فيها، بيستغرق وقت معين وابتدي يبعتها لاسكندريه، الوقت ده المفروض ان هو ديفولت. لما تلاقي دلوقتي ان الوقت ده قل وانت عارف ان الوقت اصلا ده اساسي، الوقت ده ثابت، تلاقي الوقت قل، يبقى انت لقيت مسار جديد، شفت مثلا مسار جديد غير البريد ده يبدا ينقلها للمكان اللي انت عايزه. نيجي لاخر محتاجين ندرسه عن الاي سي جي. درسنا الانترفالز او السيجمنتس، درسنا واحده من الانترفالز اسمها بي ار انترفال، مده زمنيه فتره ما بين البي والار، وسيجمنت ما بين الاس والتي، تمثل البلاتو برضه بيني وبينكم. ندرس برضه حاجه اسمها كيو تي. رسمه؟ والله واضح ايه رسمه؟ وانت بتقولوا انها كيو تي، فلها علاقه بين الكيو وبين التي. هل في بدايه الكيو وبدايه التي، ولا بدايه الكيو ونهايه التي، ولا لا علاقه بايه؟ وليه هي مهمه اصلا، بتمثل لي ايه؟ هقول لك ببساطه احنا محتاجين ليه اختاروا الكيو تي بالذات؟ علشان تدرسوها بشكل خصوصي. ليه تدرسوها بالتفصيل؟ يعني ليه ما مش بس تبقى ار تي؟ ليه ما مش ار تي مثلا؟ او كيو، او تبقى مثلا حاجه اسمها بي وتي مثلا. ليه اختاروا الكيو تي بالذات؟ هنبدا نشوف مع بعض. نبدا الاول نقول انها ايه؟ نبدا الاول نقول ان الكيو تي هو بيعبر، هو يوصل ايه بالكيو تي؟ هو يوصل ما بين بدايه الكيو وبين نهايه التي. تقصد يعني تقصد ان الكيو تي انترفال بين بدايه وبين الكيو وبين نهايه التي ويف. كانت بتمثل ايه؟ انا ده كان بمعنى، طيب بالنسبه للمنظور الثاني الميكانيكي تمثل ايه؟ بين بدايه الكيو ونهايه التي، الكيو ديت اللي كانت بتعبر عن انقباض الفنتركل، فنتريكولار ديبولاريزيشن، والتي بين انبساط الفنتركل، تقصد انها بين بدايه الانقباض، ما تمثل بين بدايه انقباض الفنتركل وبين نهايه انبساط الفنتركل، او بدايه الفنتريكولار ديبولاريزيشن ونهايه الفنتريكولار ديبولاريزيشن. عرفتوا ليه الطريقه مهمه؟ حد تعرف ان انا اقصد اتكلم عن ايه؟ ده يمثل ايه؟ ده نقول ان كيو تي انترفال دي عباره عن حاجه اسمها انترفال. كيو تي دي يقصد بقى انترفال او فتره زمنيه، فهو مسك النسيج زي الفنتركل وابتدى يقيس ايه؟ ابتدى يقيس الفتره ما بين بدايه انقباض الفنتركل وما بين نهايه انبساط الفنتركل. حد قرا، حد فهم انا عايز اقول لك ايه؟ ده ابتدى يشوف الفتره. ما هو انقباض وانبساط الفنتركل ده بيعبر عن ايه؟ الفنتركل بينقبض وينبسط امتى؟ نقطة قلبية، الفنتركل بينقبض مرة وينبسط مرة، مش انا ممكن من الكيو تي انترفال ديت اخد او اقدر استنتج منها الحاجة زي الهارت ريت مثلا؟ مش الهارت ريت او معدل ضربات القلب، لو قلنا مثلا معدل ضربات القلب 70 نبضة كل دقيقة، 70 نبضة في الدقيقة، في كل 70 نبضة في الدقيقة الفنتركل بينقبض وينبسط 70 نبضة في الدقيقة. فحاجة تانية خلينا مثلا 60 نبضة في الدقيقة عشان تبقى 60 زي حساب 60 نبضة في الدقيقة. الدقيقة كام ثانية؟ هي الدقيقة 60 ثانية. 60 ثانية يعني بيحصل 60 انقباض في 60 ثانية. يعني على مدار كل ثانية واحدة لو قسمنا الرقمين على بعض هنلاقي إن في كل ثانية الفنتركل بينقبض وينبسط. عدد ثانية واحدة حصل انقباض وانبساط. طيب الثانية اللي بعدها هينقبض وينبسط. طيب مش انا ممكن من الرقم ده اقدر اقول، او بحساب الرقم ده اقدر اتوقع مع بعض او يديني لمحه عن ايه اللي لسه جايه؟ الشخص اللي بيعمل انقباض وانبساط في ثانيه واحده غير الشخص اللي بيعمل انقباض والفنتركل بتاعه بيعمل انقباض وانبساط في 10 ثواني. مين الشخص السليم؟ مين الشخص الصحي؟ طب انقباض وانبساط 10 ثواني، انت عايز تقول لي ايه؟ طبعا ده كلها ارقام وهميه. انقباض وانبساط في 10 ثواني واحده يعمل انقباض، ده تقصد ان في الدقيقه الكامله بيعمل 6 نبضات؟ يعني في الهارت ريت في الدقيقه الشخص المريض ده يبقى 6 نبضات. فبالتالي انا ممكن من الفتره الزمنيه ديت استنتج ايه؟ انا ممكن من الفتره الزمنيه ديت استنتج الهارت ريت، استنتج الشخص المريض ولا سليم. الشخص ده ممكن نعرف انها بتستخدم في تشخيص امراض خطيره. معلومه ليكم سهله ان الكيو تي انترفال طبعا بتبقى لو عايزين الرقم بتاعها طبعا او الرقم القياسي بتاعها او الديفولت بتاعها، هنلاقي ان الرقم بتاعها بالنسبه للراجل غير المراه، لان الراجل المفروض ان هو شخص، المفروض ان هو مثلا بيشتغل وبيعمل نبضات شاقه، فالقلب بتاعه الهارت ريت يبقى زياده، هيبقى زياده، فبالتالي الكيو تي انترفال هيبقى مثلا هيقل. المسافه بين كل نبضه والثانيه هتبقى اقل، فبالتالي يسمح لك بنبضات اعلى. تقريبا انا مش الرقم مش في ذهني قوي، هو تقريبا 36 من 100.
اما بالنسبه للنساء بيكون واحد من 40 من 100 مللي ثانيه. بالنسبه للكيو تي زي ما عودتني برضه قول لي شويه امراض كيو تي انترفال لو زادت او قلت. اقول لك والله كيو تي انترفال زياده الكيو تي انترفال اتفقنا ان مش اي زياده حلوه، ده هي مش حاجه كويسه مش حلوه، ده زياده الكيو تي انترفال معناها ان عضلات الهارت ريت لازم يقل، الهارت ريت لازم يقل. معلش انا عارف ان بدوب اكتر من مره وبشرح بشكل اكتر من شكل بس عشان نفهم. نفرض ده هو يا شباب واحد، نقطه اثنين، نقطه ثلاثه، نقطه اربعه، نقطه خمسه، وده يمثل نقطات الشويه اللي بتمثل ايه؟ تمثل الهارت ريت. في الانترفال المسافه هي اللي بتمثل الانترفال، الدوائر دي تمثل الانترفال، دي تمثل انترفال كيو تي. يبقى نقول تاني الشويه دي تمثل الهارت ريت على مدار الثانيه، دي ثانيه ايه يا شباب؟ دي مدار 60 سكند، 60 ثانية. واحد، نقطة اثنين، نقطة ثلاثة، وما بين النقطة الأولى والنقطة الثانية في انترفال أو في فترة راحة، فترة زي ما بيقولوا الشباب بتراضين واحد مثلا مسافر ما بين كل مدينة ومدينة ثانية بيسافر فيها في مثلا فندق أو مكان بيعمل فيه تنظيف. جميل. طيب لو عندي الحدود دي ثابتة، البداية والنهاية ثابتة، إجباري لو أنا زودت الكيو انترفال لازم لابد إن النبض دي تقل. ما فيهاش اتفاق يعني ما فيهاش اشرح لك ده ازاي، يعني هي كده. لو زودت كيو تي انترفال اجباري رياضيا ان الهارت ريت ده بيقل. طيب لو زدت ايه الحالات اللي ممكن يزيد فيها كيو تي انترفال ديت؟ اقول لك والله دول لقوها حاله معينه، والله لقوها برضه لقوها بيتكرر في اكتر من حاله. لو مثلا حالات مثلا بتبقى مرتبطه ببعض الادويه زي مضادات الهستامين او مضادات الذهان والصرع او ادام الادويه، لقوها ان هي بتؤدي الى تعمل عدم انتظام في الهارت ريت، بتزود الكيو تي وبتعمل هارت ريت غير منتظم. الحاله بقى المشهوره قوي اللي لازم تحضرها قوي فلازم تكون عارفها، بتسبب لي برضه زياده في الكيو تي انترفال وتعمل عدم انتظام في الهارت ريت، حاجه اسمها اللي اكتشفها شخص كان فرنساوي ولا حاجه اسمها تورسات دي بوان. لو النطق بتاعها تقريبا دورسال دي بوان. مالها الحاله دي؟ قال لك الحاله دي بيحصل فيها فعلا زياده في الكيو تي انترفال وعدم انتظام في ضربات القلب، وهي حاجه مميته. غالبا لو عايزين تشوفوا معلومات اكتر عنها هتلاقوا ان العيان بيجي لك ازاي. في كده لما بيجي لي اغماءات كتيره مثلا وهو نايم ويقف يقوم عليه، وبتشوف الاغماءات كتيره متكرره وتشوف الاي سي جي بتاعه تلاقي فيه الكيو تي انترفال الوقت ما بين بدايه الانقباض ونهايته بتاع الفنتركل خد وقت كبير جدا، اعرف ان عنده تورسا دي بوم. حاله ثانيه برضه يا شباب قال لك والله بيحصل في حاجه اسمها هايبو كالسيميا. هايبو كالسيميا ليه بقى هايبو كالسيميا؟ ما هو الانترفال له علاقه بايه؟ بالهارت ريت، واحنا عارفين ان لما كنا نشرح الهارت ريت الخصائص بتاع القلب اللي كنا نشرح الارتبيتي والريسمستي والكونتاكتيفيتي ايه؟ شرحنا ان الكالسيوم له علاقه بالهارت ريت. فانت تقول لي حاله كوتي انترفال وبتقلل الهارت ريت، بتقلل الهارت ريت معناها ايه؟ بتقلل الهارت ريت معناها انها بتقلل الكالسيوم، الكالسيوم قليل، قلل نقص الكالسيوم يؤدي الى نقص الهارت ريت ونقص انقباضيه القلب. الكالسيوم انا مش محتاج اقول لك اشمعنى الكالسيوم، ده الكالسيوم ده العضلات الهيكليه، عضلات ملساء، اي عضلات، العنصر اللي كان مسؤول عن الانقباضات، ده العنصر اللي موجود في الجسم بيعمل انقباضات وبالتالي سريعه مش منفصله عن بعض بيعمل لي صرع، عنصر الكالسيوم كده. طيب بالنسبه لو عايزين نعكس بقى نقول لك حاجه تؤدي الى نقص الكيو تي انترفال، ده بيتم في حاله اسمها ايه؟ والله نقص الكيو تي انترفال بيتم في حالات اعكس هايبر كالسيميا، هايبر كالسيميا او حالات زياده الكالسيوم. تمام. نشوف بقى نبدا نشوف اللي احنا اتكلمنا عليه، وبكده يا شباب نكون الحمد لله خلصنا الشرح بتاع الاي سي جي. شرحنا فيه الموضوع، شرحنا بس كل اللي شرحناه كان ايه؟ كل اللي شرحناه عباره عن الشكل بتاع الاي سي جي اللي بيظهر قدامك، وابتدينا نفصل بالتفصيل الممل نشوف الشكل بتاع كل عنصر في الاي سي جي ده شكله عامل ازاي. هل كده خلصنا الاي سي جي؟ احنا تقريبا كده خلصنا تقريبا 50% من الشرح بتاع الاي سي جي، ناقص ايه؟ والله ناقص نشرح هو جزء خاص بالعمل شويه اللي هو ازاي بيتم تركيب الاي سي جي ده. دلوقتي احنا شرحنا الاي سي جي نفسه عامل ازاي، انا عايزك تشرح لي ازاي الاي سي جي او الليدز ديت او الموصلات ديت اتركبت على الجلد، اتركبت ازاي؟ بيقول لك انه الاي سي جي ده حاجه بتصور لي معدل القلب، حاجه بتصور لي بتعتمد على اشارات القلب في ان هي بتصور لي تديني فكره عن حاله الجدران العامله
وكان المفروض أبدأ المثال ده كنت المفروض أبدأ بيه اللي هو إيه، مثال مثلًا بيت، الحجرة مش قالت عبارة عن حجرات، بيت مثلًا موجود قدامك أهوّة بيتكون من 4 حجرات، وفي تيار كهربي وفي أنوار موجودة في المكان بتاعنا أهوّة، أنا محتاج إيه، أنا هاعتمد على التيار الكهربي اللي بيمشي وبينور لي البيت ده، وهاركب إيه، هاركب كاميرا مراقبة، كنت المفروض برضه عشان أقول لكم إن الECG ده هو عبارة عن إيه، الECG هو عبارة عن حاجة اسمها كاميرات مراقبة، نظام مراقبة، بيعتمد على الإشارات الكهربائية اللي طالعة وبيراقب لي كل جزء من جدران الventricle أو من جدران القلب. طبعًا ما كانش ينفع هنعرف بعدين لمّا نبقى نشرح الفيديوهات بالتفصيل إن ما ينفعش أعتمد على لتر أو 2 أو 3 ليه؟ ده القلب كبير، ده القلب بيتكون من 4 حجرات، لازمًا في كل ركن من أركان الحجرة عشان يبقى صورة عامة في شاشة العرض بنبقى نراقب، عشان يبقى صورة كاملة محتاجين إيه؟ محتاجين يبقى في أكتر من زوايا، كل كاميرا هنا وكاميرا هنا وكاميرا هنا تديني صورة كاملة على شكل القلب.